واخيرا الحلقه السابعه من سلسله البدايه من الصفر. النهارده ان شاء الله عندنا شويه تطويرات وايفنتات نزلت، فالنهارده الحلقه ضرب نار. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، ما تنساش تشترك في القناه، وانت بتتفرج كده وقف الفيديو عندك زرار احمر دوس عليه، والمره دوس لايك بس كده، ده اللي عاوزه منك، وتبقى انت كده عملت الصح معايا. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ما تنساش الدعاء لاخوات فلسطين بان ربنا ينصرهم ويحميهم ويقويهم. زي ما انتم شايفين يا شباب احنا معانا 1.5 جي بي ومعانا 400 كوين. الحاجات دي احنا جبناها من فعاليات يوم الخميس ويوم الاثنين اللي فات، وكمان نزول 8 لعيبه من الدوري الايطالي، هم 4 من اي سي ميلان و4 من انتر ميلان. اللعبه دي اسطوريه هتساعدنا جدا في تطوير الفريق. وكمان عندك نزول باكت نجوم الاسبوع. الباكه دي تعال نشوف فيها مين. الباكه عندك فيها يعني مخيبه للامال الصراحه، اعلى لاعب هيوصل 96 كلهم 5 نجوم، ولكن تاخر في الباكه دي انك تفتح فتحه واحده بس. وعندك نزول باكت الدوري الانجليزي وباكت الدوري الاسباني وباكت الدوري الايطالي. وعندك من ضمن الفعاليات باكت ايطاليان كلاب اللي نزلتها كونامي، هتاخد 8 لعيبه دوت ولكن في ايام معينه. عندك فيها 4 من اي سي ميلان و4 من انتر ميلان. عندك كوادرادو وعندك تورام وعندك باستوني وعندك سومر وعندك اوليفر جيرو، وفي خط نص اسمه موسى في اي سي ميلان، انا بصراحه مش بتابع الدوري الايطالي. وعندك بوليسيتش وعندك تيو. من اهم اللعيبه اللي موجوده هنا يعني الواحد نفسه يطلع له، عندك تيو وعندك باستوني وعندك جيرو، لان جيرو من المهاجم اللي هو بيخلص من لمسه واحده. ماركوس تورام. فزي الفل نشوف كده حظنا الباكه دي هيطلع لنا مين. انا اتمنى يا رب يكون باستوني او تيو. من الفتحه الجديده يا جدعان ما بيبانش اللاعب اللي يطلع لك ايه، فانت بدنا تستنى لغايه الاخر. فدي من الحاجات الحلوه اللي حاططها كونامي في مؤخرا. مين ده؟ اي سي ميلان جيو. نايس كويس والله، الواحد برضه محتاج يجربه. انا المهاجم ده تقيل بس يعني ايه ده، قلت لك زي ما اقول لك من لمسه واحده. زي الفل يا شباب. طاقات جيو بدون تطوير، عنده الهيدنج 86، الكيكنج باور 80، جامبنج 81، فيزيكال كونتاكت 84، طبعا السبيد والاكسلريشن تعبانين، وعندك الوعي الهجومي بدون تطوير كويس جدا. فانت عندك النسخه دي تارجت مان، وعندك السكيلات بتاعته اهمها الشوتنج والهيدنج، وعنده كمان ضايفين له سوبر صب فكويس جدا. وعندك من باكت الكلاب ايكونز، انت احنا هنا عندنا جبنا كيفن دي بروين لان هو متالق، بس للاسف انت شفت الفيديو بتاعه، لو انت ما شفتوش هتلاقي عندك موجود في الاي فوق. فاحنا بعد تجربه خيمينيز لمده طويله فقررنا ان احنا هنجيبه هنا في الاكونت، يبقى خيمينيز وديليخت. زي الفل يا شباب، يلا بينا على الخطه. وعندنا كمان كان في باكت نجوم الاسبوع بتاعت الخميس اللي فات، كان في نزل بايلا وفي نزل لعيبه ثانيه. طلع لنا الحمد لله نسخه بايلا. النسخه دي ارقامها ممتازه جدا في ارض الملعب. النسخه دي هو البلاير وبتيجي بالسكيلز دي. وتعالوا نضيف كده اللعيبه الثانيه. خيمينيز هنطلعه مكان المدافع اللي هو بتاع الدوري الفرنسي اللي طلعناه قبل كده. وهنضيف ده كمان احنا نسينا كمان ان احنا جالنا نيمار. طب المره بقى ايه، يبقى احنا كده هجومنا الاكونت بقى هجوم اسطوري. طلع توسد. وعندنا اوليفر جيو نجربه، هنحطه مكان انخ الكوريه. وعندنا التطوير يا رب يكون نقطه التدريب تكفي، فهنطور الاول نيمار وبعد كده نطور جيو. تمام هنطور دلوقتي نيمار اوتو. لو انت تسالني هتقول لي طب ليه انت طورته هنا اوتو؟ طب الفيديو اللي انا نزلته كان مطور تطويره خاصه هناك عشان انا كنت بلعب نيمار اساسي، لكن هنا انا عندي هنا بدله. وكده كده التطوير اللي انا عملتها في الاكونت الثاني بتمشي عادي، بس انا عايز التطوير دي هنا نيمار هضيف له سوبر صب وينزل الشوط الثاني. عندك كمان خيمينيز هنطوره، وعندك جيو. بس الاول جيو عشان احنا جربنا خيمينيز، نجرب جيو الاول. يعني جيو واقف على ليفلين فماشي بسيطه ممكن يبيع لاعب. وعندنا جيو وصل 25 ليفل نطوره التطوير الاوتو اللي منزلها الشركه. وعندك في جوه التشكيل بيوصل 96. ارقام جيو يا جدعان ارقام اسطوريه. عندك الوعي الهجومي 93 وعندك الهيدنج 92 والفيزيكال كونتاكت 90. دوت ابرز حاجه. عندك البول كنترول مش قد كده 82، طيب بوزيشن 83، والدبلنج سيء جدا جدا طبعا، ده مهاجم تقيل فيعني من لمسه واحده. عندك الفيشنج 87 وعندك الكيكنج باور 86 والجامبنج 87. دي من ابرز الارقام بتاعته. زي الفل. طالما هو عنده سوبر صب هننزله الشوط الثاني هو وديمبلي، وهننزل نيمار في الشوط الثاني. يلا بينا على الديفيجن. وزي ما انتم شايفين احنا دلوقتي في ديفيجن 7، يعني ديفيجن ممتاز جدا جدا لهدوء الاعصاب والعالم السعرانه اللي موجودين في ديفيجن 1، وبعيد عن الرانكينج والدوشه دي. احنا بنلعب وهنكسب. السلام عليكم وعليكم السلام. وعندنا لاعب من ديفيجن 7 السترينث بتاعه 1935 زي ما انتم شايفين، يعني هنا هدوء اعصاب على الاخر. يعني بص حرفيا احنا بنلعب بنتشيل شويه. عندنا اللعيبه كلها جاهزه سهمها فوق، وعندنا كمان البودله كله جاهز. عندنا اللي هينزلوا الشوط الثاني نيمار جونيور واوليفر جيرو وعثمان ديمبلي، وممكن كمان انطوان جريزمان، وكمان كيفن دي بروين في خط النص. وعندك كاي هافرتس، عايزين نبقى نجرب كاي هافرتس. عندنا اليكس سانشيز كويس. اللي قدامنا عنده خطه بدائيه خالص فيعني ايزي، فشكلنا هنسكيب الماتش ده. زي ما انتم شايفين يا شباب احنا دلوقتي في ديفيجن 7 بعد النظام الجديد او التحديث الجديد اللي عملته كونامي. دلوقتي اصبح من ديفيجن 7 تلعب بتاع 18 عشان تتاهل لديفيجن 6. انت كلهم دول كل الماتشات دي بتلعب مع اي بعد كده تبدا تلعب مع ناس حقيقيه. لو انتوا فاكرين في الاول كان من ديفيجن 9 او ديفيجن 8، دلوقتي من ديفيجن 7 عشان دلوقتي الديفيجن 3 هو
هو ديفيجن 1. كنا عامل نظام جديد اللي انت توصل لديفيجن 1 صعب جدا جدا جدا. ديفيجن 1 اللي هو الديفيجن الحالي، لكن ديفيجن 3 دلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده بيساوي ديفيجن 1. فغالبا الماتش الجاي هيبقى ماتش ضد اي اي، هنشوف مع بعض. لو ماتش ضد اي اي فهنسكيب لغايه لما نبدا ضد ناس حقيقيه. زي ما انتم شايفين ديفيجن 7 اي سي ميلان بالاسم ده يبقى اي اي، فهنعدي الماتش ده لغايه لما نخش مع ناس حقيقيه ونبدا نجرب ايرفا جيو واللعبه الجديده. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب احنا دلوقتي في ديفيجن 6، المفروض نكون خلاص كده ما عندناش هنقابل اي اي، هنقابل ناس حقيقيه من اول ديفيجن 6. يلا بينا على اول ماتش. واول لاعب معانا شرطه واحده ماشي، ده من ديفيجن 4 379 يعني معاه تشكيله كويسه. مشكله في الليتنسي بس ماشي، احنا واخدين على المشاكل دي. عندنا الكل جاهز، واول ماتش الجيو ان شاء الله هينزل الشوط الثاني هو ونيمار وكاي هافرتس، ممكن ننزل جريزمان او ديمبلي على حسب يعني ايه، بس اكيد الاساسي عايزين نجرب اولفا جيو ونجرب اللعيبه الجديده. تعالوا نشوف تشكيله قصادنا. بسم الله. عامل بيلعب بنيمار قدام اس وبيلعب بكرويف وكيليان امبابي. اعتقد هيلعب كيليان امبابي وكويف ونيمار هيلعبوا اس بس حاطط كويف سي اف، وعنده ميسي وعنده بيرلو وعنده مين الدي ام اف بتاع اوروجواي هايلايت، وعنده ماركينيوس نيستا ومالديني وروبرتو كارلوس واوليفر كان يعني، وبيلعب لونج بول كاونتر. تمام احنا يا رب بس الفريق بتاعنا مش يعاني والليتنس يكون كويسه، بس احنا ايه يكون ماتش كويس يعني. وبسم الله. والماتش الاول عندنا انتوا متخيلين يعني الواد ده من اول ماتش كده، عايزين بس نركز كده. ايوه ده ما بتقاش منه الكوره من اول يعني من ديفيجن 4 وفي التشكيله دي. انتوا متخيلين يا جدعان الليتنسي تقيله شويه بس ماشي. يلا كيليان مالديني اوليفر كان يا جدعان. النسخه دي هي نسخه كانت حلوه يعني، هي اللي اهلتني اصلا لديفيجن 1. حلو. يلا جونيور. هي اللي اهلتني لديفيجن 1 قبل كده، بس الفكره بقى اللي هي دلوقتي بقت ضعيفه. نيمار بقى هو اللي هيتعبنا شويه يعني، لازم ندخل عليه 2 عشان ايه نقفل عليه خالص. هو كاكا عنده فيزيكال كونتاكت مش قد كده، فهيتزنق في الحته دي. كده ممكن هيعدي ولا ده دماغ ولا واحد كده. يا جدعان بقول لكم فظيع اوليفر كان يعني مش حلو خالص. ما اعرفش، تحس ان الشركه قلته يعني بجد والله. ممكن كنت اشتري اللي عندي احسن منه. ماشي. هيعمل دبل تاتش ولا دلت يا بص يشتري ميثود ازاي. هتداله تجري. ماشي اج هيجيبك هتقطم بس. قلت لك هيجيبك يا نهار اسكت ومنيل. ماشي يا راجل اقطم يا جدعان. مش طبيعي يعني انت واحد زي ده معاه لعيبه زي دي ويعني مش عارف. ده مش سكريبت عشان بس مش فاكر. ده مش سكريبت. هو يعني مش كله ايبيكات بس يعني معاه. احنا معانا مين؟ احنا معانا ربنا ودي تكفي. يلا كده فودن. نعدي. واقف. تعالى كده تاني. يلا يا فودن. فودن انت بص يعني. هتعمل ايه؟ اتأخرت. ما تتأخر. يلا دريخت. معاه. وسع باله. اتعلم من كازيميرو عمك. انت ايه طيب؟ اقوم امشي طيب يا فينيسيوس. لو نزعتك واحده زرقاء هتندم يا عم. لا لو كان نزعك واحده زرقاء من بتوعه كنت هتندم. طيب ده الدقيقه 64. ننزل بقى ايه الرجاله اللي المفروض ينزلوا. هننزل نيمار. ما اعرفش ازاي نيمار جنب جيو. ممكن ننزل اي ام اف نيمار. لا اللي هيطلع كده وهننزل جيو اشول يبقى ننزله هنا. ننزل ديمبلي يلعبوا دبليو اف وننزل كيفن ولا ننزل كاي هافرتس. تعال نجرب كاي هافرتس. احنا كده جربنا قبل كده كيفن دي بروين. نجرب برضه كاي هافرتس منه اشول وزي الفل يا شباب. كده الخطه كويسه ماشي. اهي يا لهوي. جون دي جون يا ابن اللعيبه تشتكي. ماشي. عملت فليكس وجات له تاني. رب يحتفل كمان على ايه يعني؟ ده انت يا ابني انت المفروض تكون كسبني اصلا، بس يعني انت ضايع يا جدعان. عمي والله عمي. يا ابن اللعيبه بس ايه يا ابني؟ ديمبلي ده عالمي اقسم بالله. النسخه دي والله عالمي من ديمبلي. بيلي. يلا اهي من اول لمسه اهي. والله العظيم ما طبيعي. اوف يا ابن اللعيبه. انا اقسم بالله يعني ما توقعش اجيبها كده. يبقى رغم ان هو اشولي بس شاطها بيمينه. ايه يا ترى دي حلاوه البدايات ولا هو فعلا اسطوري؟
ولا ده دي ليخت يلا. اسطوري دي ليخت. لسه عمال افخم فيك انت. حلو يا تمبا. تمبا بينقذ صاحبه. يلا المرتده السريعه. حلوه قوي دي، حلوه قوي دي، حلوه قوي دي. ها ها ها. يلا يلا يلا. يا دي ماركو انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك؟ ايه اللي جاب دي ماركو هنا يا جدعان؟ والله الواد ده اللي بيه وديفنسيف فول باك. استنى كده اتاكد ديفنسيف فول باك ولا لا. الواد طلع فول باك فينشر. تمام معلش، عشان كده دي ماركو بيتقدم. الواد طلع يا جدعان. الواد طلع ما استحملش الاهانه اللي عملها دي ماركو. مش عارف جه امتى بجد والله. انا كان في بالي ابصيها لكاي هافرتس او اوليفر جيو، لقيت دي ماركو جالي بيمينه ما تفهمش جه منين. زي الفل يا شباب، ده كان اول ماتش. لما شفته كده عندك جيو من اول لمسه، اول لمسه واحده، اول هجمه ليه جون. والماتش الثاني عندنا الاوبوننت فاوند عندنا شرطه واحده. ايه حكايه الشرطه واحده دي بس ماشي. اللي قدامنا ديفيجن 6 زينا 3074 اعلى مننا، يعني غالبا في نفس المستوى بتاع الماتش اللي فات. عندنا مين جاهز؟ الكل جاهز الحمد لله. عندك كازيميرو في يومه، وعندك جيو في يومه، كله موجود. ونيمار كان بيلعب يعتبر اس مش سي اف، انا كنت بلعبه سي اف. وعندك ديمبلي اسطوره زي ما بقول لكم، جايب معايا في 6 ماتشات مسجل 4 اهداف وعمل 8 اسيست. وانا بلعبه على الاسيستات، بس لو جه شوط ما بيقولش لا. عندنا تشكيله الخصم اللي قصادنا، بسم الله الرحمن الرحيم. عنده في الهجوم ليونيل ميسي، ايتو، مورينتس، تمام. في الخط النص ريسكي، ديفيد بيكهام، ميكاليلي. وعنده في الدفاع اللي احنا ممكن نلعب على النقط دي، نقط فان دايك ودليخت. اصل الواد ده شديد شويه لعيبه، لكن كلاعب الله اعلم هيبقى عامل ازاي. وعنده المدرب بيلعب لونج بول كاونتر. ايتو هيتعبنا شويه، ولكن نحاول نخلص في الاول كده على طول بدري. وميسي النسخه دي نسخه الباك، نسخه مميزه جدا، ولكن هنشوف اللي هيحصل. والماتش الثاني عندنا يبتدي ونقول بسم الله. يا ساتر يا رب. عندنا نخلص كده. ايوه 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 ايوه, أيوة بس شكرا. يلا هي اهي 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 اهي. اول جون كده ايه يعني الواد ممكن بيعمل كده. احنا لسه في اول دقيقه كده على طول. ده يعتبر اسرع هدف احنا جبناه تقريبا في القناه كلها. يعني احنا عايزين نحافظ بس على الجون اللي احنا جبناه، عشان ايه يعني ممكن يكون الولد بيعرف يلعب هيبان من الهجمه دي. ايزي يعني ايتو فاهم. ايزي خلاص ماشي. بيرد على الاحتفال بتاعنا. بس احنا الصراحه احنا حقنا نحتفل، وانت حقك تحتفل. حق. نشوف بقى الماتش هيمشي ازاي. يعني احنا عايزين بس اهم حاجه الخطوره ما تجيش من ناحيه ايتو، لان ايتو ده هيتعبنا شويه. بيعدي الكوره كويس. ديماركو موجود. مش عارف ديماركو بيعمل ايه يا جدعان. والله الواد ده يعني غريب غريب جدا. يا ابني ارجع يا ابني. في عندك ال بي يا ابني. انت سايب المنطقه بتاعتك يا حبيبي يا بابا. ماشي. هزرنا سد شويه. انا عارف اللي لقيته ده يعني خارق، بس يعني ايه ماشي. يلا يلا غلط. احنا عندنا اللي بيغلط على طول كده فاهم. مسكتنا شويه هنهزر. تعالى بقى. انا عارف ان هو هيجيب جون تاني اكيد يعني. بص الهجوم بتاعه ده انت خد يعني ايه. شوت عليك ما تتكلمش فاهم. الدفاع شال كان بها، ما شالش يعني ايه هتعمل ايه طيب. بس عشان هو عنده دفاع نوعا ما يعني زينا كده على الهادي، فبنتعامل معاه شويه. طب ازاي فينيسيوس جونيور يطلع مع فان دايك؟ انا عايز افهم دلوقتي ازاي لاعب في ال 175 ولا 180 حتى يطلع ازاي مع لاعب 194. ايه ده؟ ايه بجد؟ هو الواد ماله؟ الواد تحس ان هو فقد السيطره. الواد غالبا طلع. بدون مقدمه طلعت ولا هتعدل على الخطه؟ ما هو صاحبي ازاي يعني انت عندك كل ده؟ ما هو ده مش سكريبت. ده مش سكريبت. ده مش بلد. هو مش بلد سكريبت. هو ما عملش هجمه. ولو عمل وضيع اقول لكم لكن هو ما عملش. نزل لنا نيمار. تمام. طلع روزيسكي ونزل نيمار يلعبوا اس. نيمار بقى اللي ممكن بجد يعمل له حاجه في الماتش. عدي كده. ماشي. عدي. اللي تنسي بس ماشي مش مشكله. بيلا عدى. يعني بجد انا مش عارف هو بيعمل ايه. نفسي افهمها. لما يكون فينيسيوس جونيور يجيب جونين بالراس،
وهو قصير القامه، يعني في حاجه غلط عنده انا مش فاهم هو. ماشي. واخيرا يا شباب انتهى الماتش الثاني، فوزنا 5-2. الواد يعني هو عنده لعيبه بس هو يعني كان خايف متوتر ما تفهمش اللي حصل، ولكن يلا بينا على الماتش اللي بعده. والخصم اللي قصادنا من ديفيجن 6 2784، تمام يعني في المتناول الحمد لله. وعندنا الحمد لله كل جاهز، وعندنا الدكه برضه نفس الفكره الحمد لله، كل الاسهم جاهزه ما عدا ميتوما ولينو، عندنا كده اصلا مش بنلعبهم فعادي مفيش مشكله. عندنا نيمار، عايزين نلعب بجيو اول ماتش بس الفكره اللي عنده سوبر صب فلازم نستفاد بالسوبر صب. واللي قصادنا عنده نيمار، فيكتور اوسيمين، ديمبلي، كيليان امبابي بيلعب على السرعات، وعنده خط النص ايتو بتاع الدوري الياباني، وارنولد حطه بلامين يامال اعتقد هيظبط الخطه. وعنده المدرب اللي هو العادي اعتقد ده واحد لسه بيجرب اللعبه تقريبا. والماتش الثالث عندنا في الفيديو نبتدي نقول بسم الله. يلا بلينجهام، يلا يلا. ها هو فاكرني لا اشوط، اعدي كده اعدي كده واشوط. كانت معموله ستاننج بس مش عارف ليه ضاعت. فيلا تاني، اتاخرت. ماشي رجعت لنا بقدرة قادر جون. مش يعني بص مش هنجلي، تيجي نجيبها جون على الجون الاولاني ده بيأثر في نفسيه اللي قصادك على طول، فانت ما ترحمش. اهي اهي، يا لهوي يا سلام يا سلام يا سلام. دي الفودن، لقطوا فودن، فودن عدى جونيور والثالث، جونيور جاب 3. الواد مكمل الواد مكمل، فاحنا بقى ايه نقص اكتر، نخليه يطلع. الواد هيفوق ولا ايه؟ ها ماشي. ترفع بارنولد، ما رفعش، عدى. هتشوط طيب، شاط يا ابن اللعيبه. لا حلو، عاش ليك الصراحه على الجون. اهي 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 اهي، يا سلام يا سلام. مزيكا مزيكا. يلا جونيور قدام، يلا كليان تحتك. ايزي الخامس. ماشي وديها هناك. ده لو شاط يا ابني، شوطها يا ابني زرقاء، الله يرحمك. يلا بلينجهام اهي، يلا بلينجهام يا ساتر. يا نهار اسكت ومنيل، يا نهار اسكت ومنيل. بص قلت لكم الشوطه بتاعته هي انا مش عارف بجد والله، يعني كل بجد كل لاعب ليه اسلوب، بس الاسلوب بتاعه ده اسلوب فريد. اتخضيت والله اتخضيت. اسكت ومنيل. الواد بدأ يضرب يا جدعان. جون بلينجهام اقسم بالله انا اتخضيت منه والله اتخضيت منه. ننزل جيو مكان جونيور، يعني الماتش اصلا يعني مهارات وكده بس ماشي. ننزل كاي هافرتز، ممكن ننزل كيفن دي بروين مكان باريلا، طلع فودن، ننزل جريزمان هنا. يلا جيو ريح اي حد كده. ولا كلمه. اهي بلينجهام اهو. يلا جيو يا جدع، ده انت تقيل يا لهوي. هل نيمار هيسجلها ولا ناخدها في المضمون؟ مديها بلينجهام، فضيتها انت البلينجهام صح؟ اشوط ولا بلاش؟ واقف لي ابن طب ماشي انت فتحتها لي الناحيه الثانيه، حلو كده. ايه يا ابني انت؟ خدتش بالي والله. يعني يعني انت سايبهولي طيب. يلا جيو، يلا جيو كده واحده باور شوت. يا نهار اسكت. ماشي انت، احنا الماتش ده تفجير، بنفجر عرضات. يا ابني اطلع يا ابني، يا ابني اطلع كفايه كده. هو للاسف جيو جيو حلو جميل جدا. اسكت. جيو جميل بس الفكره اللي ما يمشيش مع الخطه بتاعتي فاهم يعني. هو تقييمه حلو وشويت وكل حاجه، ولكن انت عندك ايه، هو ينزل شوط تاني وانت كسبان. محتاج مثلا لو انت تعرف تلعب على المهاجمين اللي هم التقال ماشي زي هالاند وليفاندوسكي والناس دي تمام، لكن انا بحب المهاجم الخفيف اللي هو فاهم زي مثلا فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي كده يعني. لكن للاسف ده تقيل جدا، يعني انا مثلا في حالات مثلا 1 في 1 ما بقدرش اعمل حاجه، الدريبل عنده مصيبه، بس هو حرفيا كده شوت جون، يعني بيجيب لك جون زي ما انت شايف كده. لكن انك تعمل بيه دريبل فما اتوقعش ان ده لو انت بتلعب بمهاجم خفيف فده مش الخيار الامثل ليك. يلا بلينجهام ودي يا بلينجهام. يا نهار اسكت ومنيل. ايه يا جزمه انت مش ناوي تجيب جون انت اخر ولا ايه؟ عيب يعني يا اخي، عيب يا اخي. عندنا طبعا نجم المباراه فينيسيوس جونيور،
واللي تحته كيليان مبابي والفاجيوك وفي الفودن. ورسميا اتاهلنا للديفيجن 5. عندنا عايزين نشوف بقى ايه، نقيم اللعيبه. عندنا اوليفر جيرو لاعب 3 ماتشات، سجل 3 وجاب جون. يعني الصراحه زي ما قلت لك وهقول لك تاني وهكررها، لو انت ما بتحبش المهاجم التقيل او ما بتعرفش تلعب بالمهاجم التقيل ما تجربوش لو جالك يعني، او ما تطوروش ما تصرفش عليه نقاط. لو بتعرف من لمسه واحده او لو بتلعب على الرأسيات فده مهاجم اسطوري بالارقام دي وسوبر صب، هينزل يهين الخصوم اللي قصادك. بس كده يا شباب، لو عجبك الفيديو يا ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، يا ما تنساش تشترك في القناه، وختاما يا ما تنساش تصلي على النبي، يا ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين بان ربنا ينصرهم ويحميهم ويقويهم وينصرهم على ما تسموش. بس كده، سلام.